ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ لو انتوا اول مره بتشوفوني، انا آية، والنهارده هنعمل مع بعض احلى شويه مكرونه بالصلصه بمكون سري بمعلقه واحده. ريحتها هتقلب البيت كله مع شويه كبده الحيتي. ده في فيديو تاني يا جماعه، كان الفيديو اللي فات. كبده الحيتي دي خطيره، واللي هيدوقها منك بجد هيتوهم بيها. دلوقتي يلا نعمل المكرونه. هنجيب حله فيها ميه سخنه، هنحط فيها شويه ملح صغيرين وكمان رشه من الزيت، يعني رشه بسيطه كده مش كتير زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بالمكرونه بتاعتنا. انا النهارده استخدمت المكرونه اللي هي الصغيره خالص. حطيت حوالي كده 400 جرام من المكرونه، يعني حوالي نص كيلو من المكرونه. وهبتدي ان انا اقلبها واسيبها لحد ما تستوي، بس ما تعجنش معايا. هي هتاخد حوالي 10 دقايق لربع ساعه سوا. هبتدي بقى ان انا اجيب نفس الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه بعد ما صفيت المكرونه خلاص. هجيب نفس الحله احط فيها شويه من الزيت. يا جماعه احنا هنحط زيت دلوقتي، مش هنحط سمنه خالص، وهتشوفوا الطريقه هتطلع معاكم تحفه ازاي. هنجيب بقى اهم حاجه يا جماعه، ان انتوا تستخدموا صلصه برطمانات. معلش انا عارفه ان هي ممكن تكون غاليه شويه بالنسبه لكم، ولكن صلصه البرطمانات لما بتتحط مع صلصه الطماطم الفريش بتدي نكهه فظيعه، وبتدي قوام كمان للمكرونه. المكرونه بتطلع تحفه بيها بجد. وهنبتدي ان احنا نحط كيس من الطماطم الفريش اللي احنا مخزنينها في الفريزر. لو عندك طماطم ممكن تعصريها وتحطيها وتسيبيها لحد ما تتسبك. انا مش عايزه الصلصه تكون فيها ميه كتير خالص، بالعكس انا عايزه الصلصه تكون متسبكه زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي سوائل خالص. هنا لقيت ان انا عايزه احط معلقتين صلصه كمان، لان هي فعلا بتدي قوام ونكهه وكل حاجه تحفه. فما تستخسروش كده، وخلوكوا كرمه شويه في الصلصه في المكرونه بالذات. وهنبتدي بقى ان احنا نحط الملح بتاعنا. وهقول لكم دلوقتي على البهارات اللي احنا هنحطها. احنا ولا حطينا بصل ولا حطينا توم، صح. احنا بقى هنبتدي ان احنا نحط البهارات بتاعتنا اللي هتغنينا عن البصل وعن الثوم، وفي نفس الوقت مش هتتعبنا خالص. هنحط كده معلقه من الفلفل الاسود، وكمان معلقه من البصل البودر. ودي بقى حسب الرغبه، ممكن تكتري ممكن تقللي، بس البصل البودر يا جماعه مهم جدا جدا في المكرونه، وبيخلي المكرونه كانك بتاكلي بالظبط مكرونه من بره. وحطينا كمان معلقه من الثوم البودر، وقلبنا كل ده كويس جدا عشان انا عايزه كل ده كده يتجانس، عشان انتوا عارفين طبعا الثوم البودر والبصل البودر بيبقوا متكتلين عشان الرطوبه. وهبتدي ان انا انزل شويه بشويه من المكرونه بتاعتي. انت ليه يا آية ما بتنزليش بالمكرونه كلها؟ عشان المكرونه كلها لو نزلت ممكن ما تكونش المكرونه على قد الصلصه، صح ولا مش صح؟ فابتدي ان انا انزل بشويه شويه لحد ما الاقي المكرونه بتاعتي الصلصه فيها غنيه كده. طيب لو اتبقى حبه مكرونه، انت ممكن تحطيهم في التلاجة وتعمليهم تاني يوم، او ممكن تحطيهم كلهم وتزودي عليهم صلصه وتسيبهم شويه على النار يتكتكوا كده وياخدوا كده غلوه، وخلاص على كده. نزلت هنا بقى بكل المكرونه بتاعتي، لقيت ان الصلصه كويسه. وممكن كمان على فكره ازود معلقه صلصه لو حسيت ان المكرونه فاتحه معايا، عشان انا يا جماعه المكرونه بالنسبه لي لازم تكون غرقانه في الصلصه. يعني ما ينفعش خالص خالص ان انا اكل مكرونه تكون بيضه، ما بعرفش، يعني بحس ان المكرونه طعمها مش حلو الصراحه. فابتديت هنا كده ادوقها واشوف لو محتاجه اي حاجه. حطيت معلقه تانية من الصلصه لان انا عامله كميه مكرونه كبيره، وللاسف المكرونه خداعه جدا على فكره. انت بتحطي وبتبقي فاكره ان انت حطيتي كميه قليله، ولكن بيطلع ان انت حطيتي اصلا كميه كتيره. فمش مشكله، كده كده المكرونه بتتاكل. بصوا بقى المكون الاساسي لسه ما جاش، بس انت لازم تحطي رشه سكر. انا نسيت احطها في الصلصه، بس لازم يا جماعه تحطوا رشه سكر. بصوا بقى المعلقه اللي قلت لكم ان هي السحر وهتودي المكرونه في حته تانية، معلقه سمن بلدي. معلقه السمن البلدي دي يا جماعه بتحسسك ان انت بتاكلي مكرونه غرقانه سمن بلدي، واحنا اصلا حاطين نص معلقه كمان مش معلقه. بتخليكي تحسي ان المكرونه دي غرقانه في السمن البلدي. بتفكرك بايام زمان، المكرونه اللي كنا بناكلها واحنا صغيرين، اللي كان بيبقى فيها نكهه وريحه السمن البلدي دي، على الرغم ان احنا ما كترناش وما حطيناش في الاول. وهي دي المكون السحري والرئيسي في المكرونه بالنسبه لي. هنبتدي بقى ان احنا نغرف المكرونه. بصوا هوريها لكم مفلفله،
مش معجنه خالص يا جماعه. وحاولوا تستخدموا لو مش عايزين المكرونه تطلع معاكم معجنه ما تسيبوهاش كتير على النار وانتوا بتسلقوها، يعني وانتوا حاطينها على النار بتسلقوها ما تسيبوهاش خالص على النار كتير، اوعوا تغفلوا عنها. اخرها 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، لان هي هتتحط في الصلصه وهتاخد غلوه في الصلصه، فكل ده هيخلي المكرونه بتاعتك معجنه. وحاولوا تستخدموا مكرونه تكون النشا فيها قليله، لان في انواع مكرونه بيكون النشا فيها عالي جدا 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 فبيخلي المكرونه معجنه. بصوا انا هنا بوريكم كنت بدوق فعلا المكرونه كانت خطيره. بصوا مفلفله يا جماعه، مكرونه مفلفله زي الرز بالظبط، مش معجنه نهائي. الصلصه كده مغلفاها حرفيا، ممكن تاكلي المكرونه دي مع شويه مخلل بجد والله وهتبقي مستمتعه. وشويه بقى من كبده الحاتي اللي انا قلت لكم عليها هسيبها لكم هنا دلوقتي، هتظهر لكم في الشاشه دلوقتي فيديو كبده الحاتي. جربوها بجد على طريقتي وانا اضمن لكم ان هي يعني هتبقى اكتر طريقه مفضله ليكم في ان انتوا تعملوا كبده بقري، فجربوها وعلى ضمانتي. ولو فيديو النهارده عجبكم يا ريت تعملوا لايك وكمان اشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني. اشوفكم الفيديو كده على خير وباي باي يا حلوين.